السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العظيم كما ينبغي لكريم وجهه ولعز جلاله ولقدم سلطانه ولنور وجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات وقامت به السماوات وصلح لأمر الدنيا والآخرة. الحمد لله العظيم. سأتمم موضوع معرفة الرب جل جلاله في صفة العلم. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، لأنه خلق كل شيء، خلق المكان وخلق الزمان وخلق الخلق كل من إنسان وحيوان وملاك وشيطان وجن وغير ذلك من الكائنات. الله عز وجل بما أنه خلق فهو يعلم كل شيء، خلق الزمان فهو يعلم الغيب، لا يعلم الغيب سواه، وهو الخالق لا خالق سواه، إذا لا يعلم الغيب سواه سبحانه وتعالى، الملك العظيم الملك الجبار الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. الله سبحانه وتعالى لا يشغله معرفة علم عن معرفة علم آخر، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء في نفس الوقت. الله عز وجل لا يشغل نداء منادي عن نداء مناد آخر، لا يشغل نداء عن نداء. الله عز وجل في علمه يرى كل شيء، يسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في نفوس العالمين، يعلم ما في صدور العالمين كلهم، هم بالمظاهر، يعلم هذا شنو ماذا يكون صدره، ولا الآخر والآخر والآخر إلى ما لا نهاية له من الخلق، إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحصى كل شيء عددا. مثلا في كيلومتر مربع كم عدد حبات الرمل؟ لا يعلم هذا العلم إلا الله عز وجل، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يعلموا هذا العلم في مثلا في شاطئ ما في كيلومتر مربع واحد كم من حبة رمل، لا يستطيعون، ولو بالمعادلات الرياضية وهذيك لا يستطيعون. الله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. الله سبحانه وتعالى نحن في عصر علم اليقين، القرن 21. في هذا القرن أرانا الله عز وجل من علمه العجائب، أرانا الآيات كأننا مثل الملائكة في السماوات. إذا قلنا السماوات فمثلا نحن في السماء، نحن الآن في السماء السابعة السفلية، فوقنا السماء السادسة السفلية. ماذا نقصد بالملائكة في السماء؟ هم في الأرض، في مثل هذه الأرض تماما متطابقة تماما. نحن في عوالم متطابقة وليست متوازية. يقولون عوالم متوازية، لا ليست متوازية، متطابقة، يعني طبقات. الكون السفلي الطبقة السفلية، الكون الآخر وهكذا إلى الكون السابع العلوي أو السماء السابعة العلوية. وكل أرض، يعني كل سماء كل أرض مثل هذه الأرض فيها البيت المعمور، الكعبة بنته الملائكة، الكعبة هنا هم يدورون حولها، يدورون مثل دوران الإنس، مثل المؤمنين حينما يطوفون حول البيت الحرام، نفس الشيء تقوم به الملائكة في الكون السادس السفلي والكون الخامس. وأريد أن أصحح معلومة أن جهنم ليست في السماء الرابعة، في السماء الخامسة، يعني في الكون الخامس. وقلت بأن الله عز وجل حينما سيعدم الأكوان سيترك 3 أكوان، 3 فقط، يعني سيترك 3 سماوات. ما هي هذه السماوات التي سيترك الله عز وجل وسيتركها إلى أبد الآبدين؟ أي السماء الخامسة حيث تجد جهنم، لها 7 أبواب، لكل باب منها جزء مقسوم. والطبقة السفلى في جهنم فيها طبقتين، الدرك الأسفل من النار في طبقتين، طبقة خاصة بالمنافقين ودرجة حرارتها حوالي أو أزيد من 100 مليار درجة مئوية، وهي مخصصة للمنافقين. والطبقة السفلية مخصصة للشياطين إبليس وأبنائه، وهم في الأصل كانوا إنس، فغضب الله عز وجل عليهم غضبا شديدا إلى درجة أنهم بعثهم في حياتهم الثانية قالوا ربنا أمتنا 2 سنين وحييتنا 2 سنين واعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. تلك الحياة الثانية مسخوا فيها، أصبحوا شياطين أئمة
يدعون إلى النار، يهدون إلى النار ويدعون إلى النار. مثلا مناحم بيغين ذلك الصهيوني المجرم الخبيث الحقير اليهودي الخسيس كان قد قتل فلسطينيين أبرياء بدم بارد في مذبحة دير ياسين. أمته الله عز وجل ملعونا كافرا يهوديا في التسعينيات من القرن العشرين، فبعثه في 2003 أو 2005، لست أدري متى ولد ابن محمد السادس الملعون الذي هو كربوش بن عقروش. ابنه هو مناحم بيغن، وقد بعثه الله عز وجل الشيطان. اسمه الحسن، سموه الحسن ليس اسمه الحسن، اسمه قلوش. الشياطين ينتهون باسم الشين، يعني شيطان. قلوش بن كربوش الذي هو محمد السادس، هو كربوش بن عقروش الذي هو الحسن الثاني. والحسن الثاني أبوه ليس محمد الخامس الذي هو نبوش، بل أبوه هو التهامي القلاوي الذي هو الشيطان أيضا. قلت أن العوالم متطابقة أو طباقا، السماء طباقا. نحن في السماء وفوقنا السماء في نفس الوقت، السماء السابعة السفلية، وهكذا يترك الله عز وجل ثلاث سماوات: السماء الخامسة حيث توجد جهنم، والسماء السابعة العلوية حيث توجد الجنة، والوسيلة عوالم اللذة اللامتناهية التي سأكون أنا مع الله فيها، في عوالم خاصة فيها مخلوقات خاصة، وسأمكث مع الله عز وجل فيها إلى أبد الآبدين. الوسيلة سيتركها الله عز وجل هي والسماء السابعة العلوية، والسماء الخامسة السماء الخامسة السفلية، نعم السفلية الخامسة، ثم وهكذا الخامسة السادسة والسابعة. نحن في السابعة. إذن 3 عوالم، 3 أكوان سيتركها الله عز وجل. الباقي سيعدمه الله عز وجل. يقول لست أدري ماذا سيقول له الله عز وجل. ربما يقول له كن كأنك لم تكن، ربما يقول له انعدم، ربما يقول له اختفي من الوجود. الله عز وجل هو الذي يعلم كيف يخفيه. قديما جاء إبليس ملعون إلى إدريس عليه الصلاة والسلام. أحب إدريس، أحبه. لماذا؟ لأنه كان خياطا في بابل، فأتى إليه إبليس الملعون وجاء عن يمينه كان يخيط بالمخيط، بالإبرة كبيرة، يخيط الثوب. كان خياطا في بابل قبل 4500 سنة من ميلاد ابن المسيح عيسى. فجاء إليه إبليس يتحدث معه هكذا: ثوبا أريد ثوبا تخيط، وهكذا يستدرجه للوقوع في فخ. إبليس مع أنه كافر ظن أن الإجابة عنه ستكون كفر وزندقة ويغوي بذلك إدريس عليه الصلاة والسلام. هو نبي من أنبياء الله، كان يصعد إليه عمل أهل الأرض كلهم أجمعين، يعني شخص واحد له أعمال كل بني آدم الموجودين في الأرض والخلق الآخرين من الجن وغير ذلك. المهم قال له إبليس يريد أن يغويه: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: نعم، ويفقع عينك وتفقع عينك. ورفع الله عز وجل مكان عليه ذلك العمل فقط. فقع عينه اليسرى لأنه أتى عن يمينه، فقع عينه اليسرى، وأصبح إبليس يعوي من الألم وهرب يجر أذيال الخيبة. منذ ذلك الوقت وإبليس أعور العين اليسرى. والله عز وجل حينما يمسخ إبليس فإنه يجعل ذلك المسخ في كروموزوماته، في صبغياته. ومثلا هناك أبناء إبليس أخذوا صفة العور، يعني أصبحوا كذلك أصابهم